اعلانات لافلام كتيره عماله تنزل الفتره الاخيره دي، زي الفيلمين اللي نازلين ان شاء الله في الصيف السنه دي. فيلم استرويد سيتي وفيلم إليمنتال لبيكسار. هتكلم عن ردة فعلي عامة لإعلان الفيلمين دول ورأيي فيهم وهل أنا متحمس ولا لأ. حبيت النهاردة أعمل فيديو خفيف شوية بما إني بقالي فترة بشتغل على حاجات بجهزها للقناة هنا إن شاء الله هتظهر لكم الفترة الجاية، فحبيت إن أنا أسجل فيديو خفيف إن شاء الله. النهاردة هتكلم عن رأيي في الإعلانات الجديدة لفيلم أسترويد سيتي، وده للمخرج ويس أندرسون، المخرج اللي أخرج فيلم ذا جراند بودابست هوتيل. وكمان الفيلم ده فيه كاست حلو جدا ومليان بالناس اللي كويسة جدا. وكمان الفيلم التاني هو فيلم إليمنتال لبيكسار اللي نازل إن شاء الله في شهر 5. فهتكلم عن رأيي عامة في الإعلانين اللي أنا متحمس ليه في الفيلمين دول على حدة. فلو عجباكم فكرة ردات الفعل على الإعلانات دي، اكتبولي في الكومنتات وأنا هعمل منها أكتر، وهكلمكم أول بأول عن إعلانات الأفلام اللي بتنزل. لأن في كتير جدا بينزلوا الفترة الأخيرة دي، وممكن بعد ما أنزل الفيديو ده كمان يكون في حاجات تانية نزلت. ومن غير مقدمات كتير، متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ويلا نبتدي. طيب تعالوا نبتدي معانا بإعلان فيلم أسترويد سيتي. الفيلم ده بيتكلم عن بلدة كده أو مدينة آه، في أمريكا، هي اخترعت لي الفيلم ده في سنة 1955، وبيكونوا فيها هنا في ايفنت كده أو زي حفلة أو زي كومبيتيشن، مسابقة كده بيجيبوا فيها الناس، أو الناس بتروح لها من حوالين أمريكا كلها عشان يشوفوا شوية عروض كده عن الفضاء، يشوفوا شوية معلومات ويخوضوا المسابقة دي عشان يكسبوا جايزة معينة في المدينة اللي هي عاملة زي الصحراء دي كده. لكن الكلام ده كله بيتم تعطيله بسبب ان في حدث كبير جدا بيحصل، وهو هبوط UFO او سفينة فضائية على المدينة دي. الفكرة هنا طبعا لسه ما نعرفش عنها حاجات كتيرة جدا، لكن الإعلان بيوضح إن الفيلم ده هيكون عنده ستايل مختلف تماما، وهتكلم عن الموضوع ده دلوقتي. تعالوا نتكلم عن الكاست بتاع الفيلم ده. الكاست بتاع الفيلم ده استاكت جدا، في ناس كتيرة جدا حلوة. عندك سكارليت جوهانسون، عندك توم هانكس، عندك مايا هوك، عندك ستيف كاريل، عندك مارجو روبي ويلم دفو، وناس كتيرة تانية غير الناس دي كلها، كلهم في فيلم واحد. وانا استغربت جدا من قد ايه المخرج ده قدر يجمع كل الناس دول ويخليهم فعلا يخشوا الفيلم بتاعه. فالفيلم ده وبالذات زي ما قلت لكم ان هو عنده ستايل مختلف جدا. لو هتلاحظوا، لو شفتوا الاعلان ده هتشوفوا كده الالوان اللي هي بتكون ساطعة جدا، احمر واصفر وازرق، لكن في نفس الوقت بيكون ليها كده درجة بيعملوها في الايديتنج تونينج كده بشكل يخليها عندها ستايل مختلف. فانا متحمس كمان لفكره ان هم هيعملوا موضوع الفضائيين ده في الستايل المختلف من التصوير ده، وشوفنا كمان شويه لقطات كده في الاعلان. الموضوع شكله حلو، شكله مختلف، واكتر حاجه متحمسه طبعا الكاست. بس طبعا الكاست اكيد مش هينقذ الفيلم لو الفيلم مش حلو من داخله كده. شفنا ده برضو السنة اللي فاتت في فيلم امستردام، الفيلم كان الكاست فيه برضو حلو قوي، لكن الفيلم نفسه ما كانش حلو. فانا اتمنى ان الفيلم ده ما يغلطش نفس الغلطات بتاعت الفيلم ده، وان المخرج ده كمان معروف الافلام الحلوة، فانا متأمل خير من الفيلم ده. الفيلم ده اسمه استرويد سيتي، وهينزل فيه 16 يونيو الصيف ده ان شاء الله. الاعلان التاني بقى اللي هتكلم عنه برضو شفته، هو اعلان فيلم اليمنتال لبيكسار، وده فيلم الانيميشن بتاعهم اللي هينزل. مع ما سمعتلهمش الصراحة عن حاجة تانية نازلة السنة دي. الفيلم ده شفنا له بوستر وتيزر قبل كده، وكان الشكل بتاعه مختلف يعني. بيتكلم عندنا عن المدينة بتاعت العناصر دي كلها اللي بيعيش فيها، عناصر الهواء والنار والمية والأرض وكده، وبيتعايشوا كلهم لكن ما بيختلطوش مع بعض. لكن هنا اللي هيحصل ان احنا هيبقى معانا البنت اللي هي مصنوع من عنصر النار بتتفاعل مع اللي هو مصنوع من عنصر المية، وطبعا المشاكل اللي هتيجي من الموضوع ده. لحد دلوقتي مش هكدب عليكم، القصة واضح انها هتكون عن الثيم اللي هو اللي شفناه كذا مرة بيكسر بيتكلموا عنه، اللي هو الاختلاف وتقبل بعضنا، وان احنا مش لازم نمشي على خط مستقيم والكلام ده كله. لكن القصة نفسها انا مستني ان انا اشوف منها حاجات حلوة بسبب شكل الفيلم عامة. الانيميشن بتاعتهم بقت رائعة الفترة الأخيرة، والمرة دي احنا عندنا شخصيات مصنوعة بقى من حاجات مختلفة، مية ونار وهواء، والحاجات شكلها ممكن تكون حلوة، فأنا متحمس جدا للفيلم ده.
من حيث القصة بتاعته، مستني القصة بتاعته تدينا حاجة جديدة. واعتقد كمان اللي مخلي الناس متحمسة للفيلم ده هو طبعا غير ان هو فيلم بيكسار، الا ان هو المرة دي هيبقى فيه سيكونسز اكبر بقى. هيستغلوا موضوع العناصر ده بشكل كويس، وفكرة العناصر دي عامة اتعملت قبل كده، بس بيكسار بيبقوا كرياتيف. يعني انا هديهم ده. يعني السنة اللي فاتت ما عملوش افضل الافلام، تيرنينج ريد كان حلو وانبسطت منه، بس فيلم لايتير طبعا كان ما اتفرجتش عليه اصلا، مش هتفرج عليه. بس فيلم تيرنينج ريد ما كانش افضل حاجة بيكسار عملتها طبعا. فاعتقد ان هم لازم يرجعوا للليفل بتاعهم كده شويه، لو هيعملوا فيلم واحد السنه دي فاعتقد ان هم لازم يعملوه بشكل كويس، ويستغلوا القصه اللي اتعملت قبل كده ويعملوها بشكل كويس. انتوا كمان اكتبوا لي رايكم في الفيلمين دول، هل متحمسين لهم ولا لا؟ ولو عجبكم الفكره دي وحابين كده ان احنا نتكلم كلام بسيط عن الاعلانات اللي بتنزل، اكتبوا لي في الكومنتات، وانا اي فيلم، اي اعلان جديد لاي فيلم هتكلم عنه وهديكم انطباعي الاول كده ان شاء الله. والاسبوع ده كمان في تريلر جديد ليه في مسلسل سيكريت انفيجن لمارفل، هتكلم عنه برضو بتحليل هنا على القناة، فما تنسوش تفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات دي، وسلام.